السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواني أخواتي متابعين القناة، لكل المتابعين يا رب تكونون بألف خير وسلامة. بهذا الفيديو جبت لكم برنامج الكيبورد الاحترافي. طبعا برنامج جميل جدا، كيبورد يعني فد واجهة جميلة، وتقدر تتحكم به من ناحية الألوان والخطوط كافة الإعدادات. طبعا البرنامج قدامكم هذا مكتوب عليه كيبورد ماستر، واللي بصفه الابتسامات، يعني المقصود به السمايلات. انا راح اخليكم روابط اثنين للسمايلات وللبرنامج. البرنامج عادي يعني تنزله، عبارة عن ملف عادي وتنطيه تنصيب التالي 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 ويتنصب عندك برنامج عادي. بالنسبة لإعدادات البرنامج انت بعد هاي حسب اختيارك وذوقك. من تكمل تنصيب البرنامج الأول اللي هو الكيبورد، راح يجيك ملف ثاني اللي هو السمايلات، أيضا تنصبه تنصيب عادي، يعني هم نفس البرنامج الأول تنصيب عادي وتنصبه. بعدين تترك هنا، يعني أنت تروح مثلا من يتنصبون عادي، يقول لك تختار إنه يكون الكيبورد الافتراضي. هسه أنا خليت الكيبورد اللي هو الافتراضي اللي هو الماستر، كيبورد ماستر. يا تشوفون شباب، يعني تقدر تتحكم منه لأن السهمين، الضغط والسحب راح يكبر حسب اختيارك وذوقك. طبعا كيبورد بيه شغلاته هواية، يعني منه عندك اختصارات، يعني برنامج سهل مار عليكم. احكيلكم ايش عندنا بعد. عندنا طبعا طريقة التنزيل، يعني اكثر الاخوان يعني عنده مشكلة او ما يعرف شلون ينزل من الروابط اللي تحمل هاي البرامج. يعني مثلا عندنا موقع الفورشير، هذا قدامكم، هذا مشهور عالميا. وعندنا الميديا فاير هذا الازرق، وعندنا الدروب بوكس هذا الازرق. شلون تنزل من عندهن؟ الطريقة كالآتي: نفرض هسه انا ارسلت لك رابط من موقع الميديا فاير، رابط البرنامج الكيبورد او اي برنامج، ارسلت لك رابط. نفتح رابط الميديا فاير، هذا ارسلت لك مثل هذا الرابط اللي قدامك الازرق، انت تضغط عليه هنا يقول لك تريد تفتح الرابط باي برنامج. طبعا عندنا مبين زي متصفحات انترنت، هذا الازرق، والانترنت اكسبلور، والجوجل كروم هذا الاحمر. انت مخير تختار هذا او هذا. انا منصب هذا متصفح ثالث سريع هذا. دائما افضل الجوجل كروم عفوا. تنتظر لما تتحمل الصفحة. هاي قدامك هذا المستطيل الأخضر مكتوب عليه داونلود، بس تضغط عليه. هنا يقول لك إتمام عملية التنزيل بأي متصفح، نختار نفسه تنطيه. شوف قام ينزل، تبدأ عملية تنزيل عند رأس النت. شوف نلغي التنزيل، نرجع. هسه هذا واضح التنزيل من موقع الميديا فاير، يعني اي رابط انطيك اياه انت تنزل على ضوء هاي الخطوات. نرجع على الموقع الثاني الدروب بوكس. طبعا الدروب بوكس موجود باي جهاز موبايل بالاندرويد. هذا الرابط انا ارسل لك رابط مثل هذا، جاي شوف الازرق، تضغط عليه وهنا نفس العمليه، يقول لك اتمام العمليه باي متصفح. طبعا احنا نفضل
جوجل كروم هذا الأحمر. هنا أيضا يقول لك إتمام العملية بأي متصفح. أيضا نختار جوجل كروم ونقول له مرة واحدة فقط. تجي هنا تطلع لك هاي الواجهة. وين تروح؟ تروح على هذا السهم اللي بالزاوية العليا اليمنى، جاي شوفه سهم نازل لأسفل، تضغط عليه ضغطة واحدة، والنوب على أول خيار دايركت داونلود يعني تحميل مباشر، تضغط عليه. هنا يقول لك قد يلحق هذا النوع من الملفات، بس من نضغط موافق راح يبدأ عملية تنزيل، واللي هو يمكن أعتقد قام ينزل. نعم هذا قدامكم قام ينزل. نلغي التحميل. هذا إن شاء الله واضح عندكم طريقة تنزيل من الدروب بوكس، يعني تيجيك رابط مثل هذا ترى تنقر عليه نفس الخطوات. هسه عندنا موقع الفورشير. ايضا نزل لك رابط نفس هذا اي برنامج، تضغط عليه تقول له فتح الموقع. نختار ايضا نفس المتصفح جوجل كروم. تنفتح هاي الصفحة، موقع الفورشير هذا جاي تشوفونه رقم 4 فورشير. تختار تنزيل هاي اللي باللون الازرق، او اذا انجليزي داونلود تطلع عندك بهاي الصفحة يعني بالجهة اليمنى. هنا تختار تنزيل مجاني الرصاصي، تنتظر 20 ثانية العد التنازلي للصفر. هنا يا اما تنتظر لان راح الموقع اوتوماتيكيا راح يحمل لك البرنامج، او تضغط على انقر هذا الرابط. هنا راح تبدأ عملية التحميل، من تنطي موافق او هو بدأ ينزل. جاي تشوفون برنامج لوك باتشر. نلغي التحميل. طبعا يا اخوان يعني اعتقد طريقة التنزيل من هاي المواقع بسيطة جدا، واي اشكال اي غموض برنامج الكيبورد والسمايلات، وكذلك طريقة التنزيل من هاي المواقع اللي شرحناها. اترك لي تعليق اسفل الفيديو، وانا بخدمتك وما اقصر وياك. اخوكم وخادمكم سعدون الزبيدي.